إلى اليمن، حيث اجتاح الغضب المنصات اليمنية بعد وفاة سيدة متأثرة بحروق بعد أيام من إضرام زوجها النار في جسدها. أطلق مغردون هاشتاج كلنا مروى البيتي، وطالبوا من خلاله السلطات بمحاسبة زوجها والقبض عليه، وأكدوا على أهمية عدم السكوت على الجرائم المرتكبة بحق النساء في المنازل، كما طالبوا بسن قوانين تحمي المرأة من التعنيف. واستنكر بيان صادر عن قبيلة البيتي جريمة قتل مروى حرقا. وجاء في البيان الذي نشره الصحفي صلاح البيتي في فيسبوك إن أبناء قبيلة البيتي يعبرون بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان لهذه الجريمة النكراء. وأكدت القبيلة عبر بيانها عدم تنازلها عن قضية ابنتهم. على المستوى الشعبي، استنكر يمنيون أيضا جريمة قتل مروى البيتي، ونشروا مقاطع على منصات التواصل طالبوا فيها بمحاسبة الجاني. هذه القضية نحن مسؤولون جميعا أن نتكلم عنها، أن توصل إلى الجميع، أن من أمثال هؤلاء الذين سوت لهم أنفسهم أنهم يتعدون على حدود الله سبحانه وتعالى ويقتلون، وفوق ذلك يقتلون بطريقة بشعة لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عنها. هؤلاء من المفروض أن يتعاقبون قدام الرأي العام، وأن ينظر الجميع، وأن ينظر كل من سوت له نفسه ولو لذرة أن يتعدى أو يتطاول مثل هؤلاء. لماذا السكوت؟ لماذا المماطلة في محاولة إخفاء الحقائق؟ الرأي العام في حضرموت رأي عام أصبح ملتهب بهذه الجريمة، لأن الكل يعرف جيدا أنه الصورة النمطية عن الرجل الحضرمي بأنه رجل يقدس الحياة الزوجية. بالتالي فمثل هذه الحادثة عندما يقوم رجل باقتراف مثل هذه الجريمة البشعة بحق زوجته، لابد أن يتصدى لمثل هذه الظواهر سائر أفراد المجتمع. نتابع بعض التفاعلات اليمنية مع هذه القضية، ونبدأ مع الإعلامي عمر عبد العزيز المرشد. يقول: ظاهرة العنف ضد المرأة شاعت في كثير من البلدان العربية وفي اليمن خصوصا بسبب ثقافة دينية مغلوطة وعادات سيئة تراكمت عبر عقود من الزمن. المطلوب ثورة وعي وتغيير حقيقي في أوساط المجتمعات، وقوانين صارمة تعاقب كل من يقترف جرم أو تعنيف في حق المرأة. ياسمين الناظري تقول: لا ما فيش عنف ضد المرأة، الدنيا سلامات والمرأة معززة مكرمة، وليش عاملين حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة؟ طيب، والزوج الذي يحرق زوجته عياله بالبنزين ويتفرج عليها وهي بتحترق؟ قضية مروى البيتي قضية رأي عام، والتنازل عن محاكمة المجرم هو تنازل عن قضية جميع النساء. شهاب الأهضل عبر فيسبوك يقول: من بين كل الجرائم الفظيعة التي سمعنا عنها في اليمن، هذه هي الجريمة الأشنع. لا شيء يساوي ألم الموت حرقا، ولا شيء يدمر الإنسان أكثر من أن يرى أمه تموت حرقا أمامه. زوج مروى لم يقتلها بلا رحمة فحسب، بل هو بفعلته هذه قتل أطفاله أيضا بوحشية. وعلى الرغم من شناعة الجريمة، إلا أن الأكثر كارثية وخزي وعار منها هو تعاطي الرأي العام البارد مع الجريمة، لأن الضحية هنا امرأة. المدونة هالة العلقي تقول من جهتها: لابد من العمل على سن قوانين حازمة وصارمة وحمايتها بالرقابة المباشرة للتنفيذ لحماية المرأة ومنحها حقوقها بالقانون، ليتم ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء عليها تحت أي مبرر. لابد من تفعيل محاكم الأسرة وإنشاء دور رعاية وحماية لكل المعنفات. وتختم بهاشتاج مروى البيتي. تأتي مشاهدينا جريمة قتل مروى البيتي حرقا بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء في 25 من نوفمبر الماضي، والتي تمتد على مدى 16 يوما، وذلك من أجل إلفات الانتباه إلى العنف والتمييز اللذين تعاني منهما المرأة.
نتمنى السلامة لكل نساء العالم. نشكركم على متابعة نشرتكم، نلتقي بحول الله في نشرتكم غدا بحول الله. دمتم بألف خير.